حسن اخويا وحبيب قلبي، وانا راجل مطرب شعبي، وحسن برضه بيغني، بس حسن في حته المهرجانات، فاحنا يربطنا عيشه عمر يعني. فانا يعني والله القصه اللي هي بتاعت حسن اليومين دولت والمشاكل دي، انا برضه عايز اقول حاجه بحقه. والله الراجل ده محترم جدا، ويمكن ما يعرفش حسن، ممكن يتكلم كتير، ممكن مثلا الميديا شويه اوفر شويه على حسن، بس هو حد محترم جدا يعني. فانا ما صدقش بصراحه اللي هو الكلام اللي هو بيتقال عليه ده، اللي هو حصل كذا او ضرب او صراحه، لان هو حسن محترم جدا وبيتعامل معانا كمان باحترام، وما عندوش حته التكبر ولا الغرور. والله يعني فعلا لما بيقابلنا احنا يعني واكلين عيش وملح مع بعض، مش مثلا حد انا عارفه مثلا عن طريق الميديا او حاجه، بس فانا حاسس ان في اوفر شويه عليه في المشاكل دي. بتكلم في اللي انا بسمعه، يعني اللي انا بسمعه في مبالغه شويه على حسن ان ده فلان، حتى برضه في حوار الفرح بتاعه، اللي هو مثلا ده كلف 4 مليون مش 4 مليون، هو حر، كلف الفرح 4 كلف 5 زي ما اي حد في الحياه بيعمل. انا حسن عارفه من زمان، من زمان جدا يعني، حتى قبل ما قبل الشهره كمان، اللي هو يعني حتى جدا والله العظيم، اللي هو مثلا انا ما بشوفوش اللي هو بيعمل، اللي هم بيتكلموا عليه، اللي هو مثلا ده ضرب، ده عمل، ده راح اسم، ده راح كذا. لا انا وبعدين انا شايف ان في مبالغه كتير يعني، في اوفر كتير قوي في الموضوع. يعني مثلا انا سمعت مثلا في حته الميديا ان حسن بعد جوازه بشهر حصل ضرب وحصل كذا، طرد عياله وطرد عياله. لا حاجه، حتى لو في كده يعني، البيوت اسرار يا جماعه، البيوت اسرار يعني، ما ينفعش حد يطلع يتكلم وخلاص. ما ينفعش، المفروض يعني الناس حتى لو تعرف كمان ما تطلعش مثلا تقول ده عمل، ده ضرب، ده لا. ما احنا كلنا بنمر بمشاكل، كلنا مثلا معانا مشاكل، مفيش حد خالي من المشاكل، بس مش بكده، مش بالطريقه دي. بس انا شايف ان هو عشان خاطر الراجل خلاص يعني حاجه ميجا ستار، فالراجل اكيد عليه كلام كتير. عبد الحسن اوقات مثلا كتير بنسلم على بعضينا يعني، بقينا انا اسف يعني ما بدخلش نفسي في حته ان انا يا حسن انت ليه عملت كده، ولا يا حسن انا سمعت كذا، لا خالص. بس انا بكلمك في حته ان حسن، انا كمحمود سمير عارف ان حسن حد فوق الاحترام يعني. انا والله العظيم تاني ما ببالغ في الكلام يعني. حسن مثلا ايه مش عارف يعني، حته هجوم الناس عليه ده، انا شايف اللي هو ده خصوصيات يا جماعه، خصوصيات يعني. انا كل بيت فيه مشاكل اكيد، مثلا ممكن يكون مر بمشاكل مع زوجته، بس مش بالطريقه دي اللي انا اطلع والاعلام يتكلم، او مثلا الميديا تتكلم ان في كذا وحسن ضرب وحسن راح الاسم وبتاع. لا يا جماعه عايزين نهدى شويه، بس نهدى على القصه دي شويه يعني. الناس عماله تتكلم كتير قوي. هو حسن اخويا وحبيب قلبي، بس اللي هو يعني ايه، الاسرار مفيش اسرار بينا يعني. انا بشوفه بسلم عليه، بس اخويا يعني، اخويا زيه زي اخويا بالظبط. بس حته الخصوصيات حسن ليه وانا محمود، لا مفيش الكلام ده خالص. الراجل انا كل اللي اعرفه راجل محترم جدا والله. فانت عشان سالتني بس، والله انا بقول لك حاجه شبيهه عند ربنا. حسن انا ما صدقش بصراحه اللي هم بيتكلموا عليه، اللي هو ده عمل، ده راح سوى، ده ضرب، ده راح اسم، ده راح مش عارف ايه. لا خالص. وبرده ربنا يهدي النفوس يعني، ربنا برده اللي عالم بالقصه كلها. انا اتمنى والله العظيم اذا كان حسن او اي حد زي حسن في مشاكل زي كده، ان يبقى في تصالح وفي ود وفي حب. انا شايف الموضوع يعني، ده الناس لسه يا جماعه، الناس لسه ما كملوش شهرين يعني. يا ريت انا اسف يعني، السوشيال ميديا شويه تهدى على الراجل يعني. اكيد كل بيت فيه مشاكل وفيه حوارات وبتاع. انا شايف انا كمحمود سمير ان الموضوع والله العظيم مش مستاهل. كل بيت فيه مشاكل يعني، الناس لسه ما كملوش يعني. انا عايز اقول له بس والله العظيم يا ابني، ربنا يكفيك شر العين. انا شايف ان بسم الله ما شاء الله العيون كتير قوي عليه الفتره دي بصراحه. انا بتكلم بصراحه والله، انا شايف ان كله بيتسلط على حسن كعيون، فربنا يا رب يكفيه شر العيون يا رب. شهاده اولى بينه ربنا يعني. انا برضو الله اعلم بحاله بينه وبين زوجته، بس انا كحكم ان انا اكلت عيش وملح مع حسن شاكوش. لا حسن ما عملش كده، خلي بالك. حسن لا خالص، لا خالص، ما رحتش حسن خالص. بقول لك يعني، انا بس انا اللي يربطني بيه اللي هو اخويا السلام بتاع ربنا. بس خلي بالك يعني، حسن من اوائل الناس ليوم تنجيدي انا، برضو شهاده ليه، يوم تنجيدي انا كان اول واحد في تنجيدي كان حسن شاكوش. جدع جدا والله، ما بيتاخرش على اي حد خالص قسما بالله. او معنى كده انا لما كنت بسمع حتى الوسائل الاعلاميه، لو مثلا حسن تنك، او والله يا جماعه حسن ما تنك خالص. وانا عارف ان في ناس دلوقتي بتشوف اللايف، انا اسف، هيقولوا مثلا محمود سمير بيدافع عنه ليه. انا والله انا بقول حاجه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو بص، انا عايز اقول له حسن ربنا يا رب يهدي سرك يا رب يا حبيبي. وانا عارف ان انت عليك ضغط كتير قوي اقسم بالله. وانا مش هقول لك بس غير حاجه واحده بس، ربنا يبعد عنك العين. وانت ليك كبير قوي والله العظيم يا ابني. وانا بقول عشان انا كنت اقرب حد برضه يعني، مقرب ليك، وانت اخويا وكنت معاك عيش وملح. فربنا يبعد عنك العين يا رب، واشوفك يا رب اعلى الناس، عشان انت حد محترم جدا يا حسن. والله يا ابني هي دي عين، وربنا يستر عليك يا رب، واشوفك اسعد واحد في الدنيا. والجديد بقى يا حسن بقى، مالناش دعوه بحاجه، ما تحطش دماغك في حد.